وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناة أبسط فكرة. احنا عملنا فيديو قبل كده عن الكنكة الخاصة بالقهوة، الكنكة العادية اللي هي بتشتغل بالكهرباء العادي اللي هي زي الكاتل الصغير. عملنا فيديو تفصيل يا جماعة، يا ريت حد ما شافوش يتفرج عليه، في كل التفاصيل بتاعة الكاتل، ازاي بيشتغل، ازاي بيفصل، ايه المشاكل اللي بتقابلنا فيه، ازاي يتفك ويتنضف، الطريقة الصحيحة او الطريقة المثلى انه يتنضف ازاي، الأجزاء اللي فيه اللي هي قابلة للاحتراق أو للعطل اللي لازم تستبدل لما يكون العيب منها. وإن شاء الله هسيب لكم الوصف، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الكنكة في الوصف بتاع الفيديو الحالي ده اللي احنا شغالين فيه. النهارده هنتكلم عن المكنة اللي بنعمل بيها القهوة اللي هي يعني متطورة شوية أو أحدث شوية من الكنكة العادية. النهارده هنشوف يعني هنعمل ريفيو، مش على، انا شفت على اليوتيوب كتير جدا ريفيو عن ازاي نعمل القهوه بيها، لا النهارده هنعمل ريفيو عن مكونات المكنه دي كلها بالكامل، هتعرف كل حاجه عنها. اللي عنده مشتريها وبيستخدمها من مصلحته انه يكون فاهم كل خبايا الجهاز دوت، كل تفاصيل الجهاز ده، كل قطعه فيه وكل مكوناته، ايه وظيفتها، ايه دورها، هل فعلا ده حاجه بروفيشنال كويسه ولا ده حاجه عاديه مجرد سخان بس بيسخن شويه الميه وبيفصل وخلاص على كده. لا النهارده هنشوف كل التفاصيل اللي خاصه بيه. اللي بيفكر يشتريه لما يشوف التفاصيل دي هيعرف يكمل اذا كان القرار بتاعه صح وهو ماشي على صواب، هيكمل يشتري ولا لا، وهيشوف نوع غيره او فمن مصلحتنا جميعا ان احنا نشوف ايه التفاصيل بتاعه المكنه دي كلها. اول حاجه المكنه دي عباره عن جزئين، جزء اللي هو المج بتاعها زي ما احنا شايفين، المج بتاعها بيبقى فيه السخان بتاعه في الجزء الداخلي بيلت ان، تمام، يعني القاعده هي فيها السخان منها فيها زي ما بيقولوا او راكب عليها ما ينفعش يتفك منها، دي المج اللي فيه السخان بالمنظر ده، ودي القاعده بتاعته الداخليه اللي بتركب عليها، اللي بتركب على القطعه الثانيه. طيب يعني ده كده المج ده شغلته اللي هو الهيتر بس، بالظبط كده الهيتر بس، الهيتر بس معاه حاجه تاني اللي هي السيفت بتاعه او الامان بتاعه، في سويتش اللي هو لو مفيش ميه موجوده في المج ده ما ينفعش يشتغل، مجرد ما يوصل لدرجه سخونه معينه هيفصل عشان ما يبوظش الجوان الداخلي وما يبوظش الخامه الخارجيه بتاعه المج نفسه، عشان دي مش ماتل. تمام، يبقى ده كده المج لوحده فيه الهيتر وفيه زي ترموستات او زي سنسور او زي سيفتي، حاجه سيفتي خاصه بيه هو، عشان لو نسينا نحط ميه وشغلنا، او اطفال عندنا في البيت نسيوا وحطوا المج وداسوا على الزرار وشغله من غير ما يكون في ميه، فده امان ليه، لازم يفصل ما يكملش الشغل بتاعه. ده الجزء الخاص بده، وفي اخر الفيديو هنفكه مع بعض ونشوف الاجزاء بتاعته كلها من الداخل ونشوف ايه العيوب اللي ممكن تظهر فيه وتتصلح ازاي، وايه اللي ينفع يتصلح وايه اللي ما ينفعش يتصلح. طيب ندخل في الجزء الثاني اللي هو العقل الالكتروني البسيط اللي بيشغل المج الزغنطوط اللي بيعمل لنا فنجان القهوه الجميل اللي بيطلع بوش، وازاي ان القهوه في ده ما بتفرش وما بتوصلش لدرجه الغليان، وبالتالي بتشرب كوبايه قهوه بمزاج او فنجان قهوه بمزاج زي ما الناس بتقول. طيب اول حاجه هو ده بيشتغل فكرته بكل بساطه ان انت بتوصل التيار بتاعه وبتنور اللمبه هنا باللون الابيض، يعني احنا كده كتجربه بس بتنور اللمبه باللون الابيض، لما بتيجي تشغل بيتغير من اللون الابيض للون الاحمر لغايه ما توصل لدرجه الفوران او درجه الغليان بتاع القهوه. اول ما تكون الوش بتاعها تبتدي تفصل لوحدها اوتوماتيك. تمام، يعني هو يمكن مش موضوعنا بس انتوا عارفين طبعا المقادير بتاعت القهوه العاديه خالص بتتحط في المج وبتتقلب التقليبه العاديه بتاعتنا خالص، ويفضل معلقه ما تكونش ستانلس او متل علشان ما نجرحش المج ده من الداخل وما نجرحش الجزء الخاص بالهيتر اللي تحت. طيب دي اللي احنا بنقول عليها العقل الالكتروني المبسط او العقل الالكتروني المصغر اللي خاص بتشغيل المج نفسه. طب ده بيتكون من ايه؟ ده بيتكون، هنفكه مع بعض نشوف، بس قبل ما نفكه هقول لكم عن الحاجه المهمه اللي في ده. بيتكون من هنا، انا لما بركب المج ده كده لو الكاميرا جايبه موضحه، لما بركب المج ده هنا، يا ريت الكاميرا تقرب على هنا، السنسور ده بيلف بالاتجاه دون، بيعدل وشه كده على فين؟ على المج. متخيل كده الموضوع؟ ادي المج كده وادي السنسور، بدل ما كان باصص لفوق لا بيعدل وشه الناحيه الثانيه وبيبص لتحت. ليه بيبص لتحت؟ ادينا شايفين المنظر كده، عشان ده اللي بيحس بالبخار اللي طالع من الكنكه نفسها، ده بيحس بدرجه البخار اللي طالعه من هنا، مجرد ما بيوصل لدرجه حراره معينه بيدي اشاره
للكارتة او للبوردة اللي موجودة اسفل المكنة بتاعت القهوة، بيدي اشارة بيقول لها افصلي كهرباء كده كفاية عشان القهوة ما تفرش وما تكملش غليان. طيب في حتت فنية في الفك بتاعه هنفكه دلوقتي مع بعض كله، وهنشوف الاجزاء الداخلية، ونشوف مع بعض ازاي بتتغير وازاي بنستبدلها وازاي نحدد الاعطال فين. اول حاجه بيبقى فيه 3 مسامير مربوطين تحت. ال3 مسامير بيبقى عليهم القاعده الجلد البسيطه اللي زي دي، اللي هي عشان تخليه يبقى ثابت مكانه وما يتحركش. ادي منظر القاعده الجلد، بيبقى فيه 3 زي دول. تمام. بنفك ال3 بنطلعهم، بنلاقي تحتهم هنا 3 مسامير بيتفكوا بمفك صليبه رفيع. بفكركم بحاجه، لما تكونوا شغالين في اي اجزاء بلاستيك يفضل لما نيجي نربط رباط بسيط، ما نجمعش جامد عشان السن البلاستيك نفسه ما يلفش على الفاضي او ما نبوظش السن ونرجع بعدين نقول السن مش راضي يربط او المسمار مش راضي يربط مكانه كويس. دايما لما نكون شغالين في الحاجه البلاستيك نربط المسمار، نبقى نحس بالمسمار واحنا بنربطه، يعني هو مجرد ما جاب اخره خلاص ما نربطش تاني. دي هي راكبه بس ضغطه بسيطه خالص كده بتطلع لفوق عادي معانا خالص. لما تيجي تفك حاجه زي كده يفضل انك تبص بصه كده تشوف دي العدل بتاعها ايه، الاتجاه بتاعها ايه. نطلع ال3 مسامير منها، ادي ال3 مسامير بتوعنا، علشان مفيش حاجه تقع مننا واحنا شغالين. 3 مسامير بتوعنا بنخليهم على جنب كده. القاعده دي راكبه بالمنظر ده، الكابل بيبقى ليه مكان راكب فيه هنا، الفتحه اللي راكب فيها الكابل. الاجزاء البلاستيكيه دي مش اجزاء معموله هباء او مش معموله بشكل عشوائي، لا. لو احنا بصينا هنا هنلاقي الدايره اللي هي فيها جزء مشطوف منها وجزء ناقص، دي بتبقى هي اللي ماسكه الجزء اللي خاص بتوصيل الكهرباء للهيتر بتاع المج، دي اللي هي بتضغط على دي من ورا عشان نبقى فاهمين كل جزء. تمام. ده الجزء اللي بيركب عليه المج اللي فيه الهيتر. فلو مفيش ده، لو الجزء البلاستيك ده مش موجود، القاعده دي هي اللي بتسند الجزء ده، بتقول له ما تتحركش. لو دي مش موجوده ده هيتحرك، فبالتالي هنحط المج دي هتتحرك لقدام. معلش يا جماعه، الناس اللي هي الفنيه جامد او الناس اللي هي مستوعبه الكلام ده بالنسبه لها ده كلام بسيط ما يزعلوش، بس في ناس كتيره بتحب تعرف كل التفاصيل. اللي بيبقى اول مره يفك حاجه زي كده مش عيب ان احنا نقول له على معلومه حتى لو مش هتفيد حضرتك ممكن تفيد حد غيرك، فعشان ما تبقاش زعلان من ما تقولش ان في كلام كتير ملوش لازمه. طيب اول جزء ده الكابل اللي هو مصدر الكهرباء الرئيسي. مصدر الكهرباء الرئيسي هنلاقي فيه 3 اطراف. اول سؤال هنتسال، احنا عندنا الكهرباء في مصر يا باشمهندس طرفين بس مش 3؟ اقول لكم طبعا احنا فاهمين دايما ادي طرفين الكهرباء اللي جايين من الكابل الرئيسي، الطرف البني والطرف الازرق. الطرف البني والطرف الازرق. الطرف البني والازرق دول اللي فيهم الكهرباء اللي هو التيار بتاعنا العادي ال 220. الطرف الاصفر ده دايما اللي هو متوصل بالطرف اللي في الفيشه اللي هو الثالث، اللي هو مش مستخدم عندنا في مصر بس مستخدم في دول تانية، اللي هو بيعتبر طرف الإرث أو الأرضي اللي بيفرغ أي شحنة زيادة موجودة في أي جهاز. أول حاجة لو الجهاز فاصل، أول حاجة بنعملها زي ما اتعلمنا في كل الأجهزة، في صيانة كل الأجهزة بنتأكد إن وصلة الكابل دي سليمة، ودي قياسها بسيط جدا. لو معاك افوميتر تجيب الافو بالمنظر ده وهنخليه على القياس بتاعنا المعتاد، وهنقيس الطرفين بتوعنا بتوع الكابل. هنشوف ده كده، سوري، هنشوف ده كده، ادي الطرف الازرق وادي الطرف البني. الطرف البني كده شغال تمام. نرجع نقيس الطرف الازرق، ادي الطرف الازرق اللي جاي من فوق، الطرف الازرق شغال تمام. يبقى احنا كده اتاكدنا اول حاجه ان الكابل بتاعنا شغال. طبعا زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات بتاع كنكه القهوه اللي فاتت، لو اللمبه بتنور ما تتعبش نفسك وتقيس الكابل، لو اللمبه بتنور يبقى كده مصدر التيار شغال تمام ما فيهوش اي مشكله. طب نرجع للكارته دي ونشوف ايه دي وظيفتها. الكارته دي متوصله هنا بجاك متوصل باربع اطراف. عايزين نعرف الجاك اللي باربع اطراف ده رايح فين ووظيفته ايه. وجنب الجاك ده في جاك تاني بطرفين، هنفك كده مع بعض بالراحه خالص. ده جاك فيه طرفين. الجاك الاسود اللي فيه الطرفين ده متوصل بالسنسور اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو خاص بدرجه الحراره، اللي بيحس بدرجه السوى
بتاع القهوه وبيقول للكاتل افصل، ما تكملش، ما تديش كهرباء تاني للهيتر. تمام، يبقى احنا ده كده جاك مستقل اللي هو لون اسود عباره عن طرفين وواصل بالسنسور اللي تحت، وهنشوفه مع بعض دلوقتي برضه. البورده دي او المذر بورد الصغيره دي فيها هنا ده بمثابه ريليه او كتاو. تمام، شغلته ان هو بياخد الاشاره من السنسور الصغير، وده اللي بيدي اشاره الكهرباء الرسميه. يعني الراجل الغلبان ده الكويس الصغير ده بيقول يا جماعه انا وصلت لدرجه الحراره المطلوبه. الراجل الكبير ده اللي بينفذ، ده اللي بيقول للكهرباء وصلي الكهرباء من المصدر الرئيسي وصليه بالهيتر، او افصلي الكهرباء من المصدر الرئيسي عن الهيتر. تمام، دي المذر بورد بتاعتنا. ده فيها اللي هو السماعه او الجرس اللي بيدي الالارم لما القهوه تستوي ولما الكاتل يفصل. بتدي 3 تكات من هنا، تيت 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 كده، بتعمل كده تعرفك ان ايه، لو انت بعيد عن المكان، بعيد يعني انت في مكان بعيد عن القهوه تسمع الصوت تعرف ان خلاص القهوه استوت وخلاص، وتقول لك ان انا كده بفصل. اللي راكب معاها الترانزستور، الاجزاء الالكترونيه دي مش هنتدخل فيها كتير او مش هنتكلم فيها كتير، عشان دي معظمها مش اعطالها مش متكرره. اللي دايما عطل متكرر اللي هو الريلي دون، عشان ده فيه السويتشات اللي جوه زي ابلاتين، وتغييره سهل جدا جدا جدا. 4 اطراف. بنرفع المذر بورد دي بالراحه خالص كده، وبنيجي هنا لكاويه اللحام بالسن بتاع الكاويه، وبنفور الاربع رحمات القصدير دول زي ما انتم شايفين معانا. تمام، ادي 1 2 3 4. بنسيح دول بشكل كويس، وبنستخدم شفاط القصدير، وبنطلع الريلي ده بالراحه خالص كده، وبنركب الريليه الثاني البديل ليه. طيب هنشوف دلوقتي ال4 اطراف دول متوصلين ازاي بالسويتش واللمبات اللي قدام. هو عشان نبقى عارفين مبدئيا ال4 اطراف دول طرفين منهم متوصل بالسويتش بتاع التشغيل اون واوف. تمام، والطرفين التانيين متوصلين باللمبه اللي هي بتنور احمر لما يكون الغلايه شغاله بالفعل، وابيض لما تكون الغلايه فصلت او الكنكه فصلت. طيب نمشي ازاي معاه ونعرف ازاي توصيلاتهم. اول حاجه ده عشان يتفك فيه حته فنيه، اول حاجه بنفك المسمارين اللي قدامنا دول. الكاميرا جايباهم كويس. الجزء ده يعني معمول من 3 اجزاء راكبين في بعض، هنشوفهم دلوقتي وهنشوف ازاي بنفكهم، ونبقى عارفين تركيبه الاجزاء البلاستيك دي عشان مفيش حاجه تتكسر مننا واحنا بنفك. لما تكون انت فاهم الاجزاء دي متداخله في بعض ازاي او معشقه في بعض ازاي، بتريحك جدا جدا وانت بتفك وتربط، وبالتالي لما تكون عارف بيبقى التركيب معاك سهل جدا والفك معاك سهل جدا. في حاجه تانية برضه فنيه، المفروض لما بتكون لو انت هتفك جهاز زي دون او اي جهاز واول مره تفكه، يفضل انك تصوره صوره واضحه بالموبايل بتاع حضرتك، عشان لو في اي سلك من دول اتخلع من مكانه بالصدفه وانت شغال، وانت الجهاز ده اول مره تشوفه اول مره تفكه، لا يبقى عندك مرجع ليه الاصل بتاعه كان ايه، وتعرف ترجع وصلاته كلها زي الاول وزي ما كانت راكبه. طب احنا فكينا المسمارين اللي هنا. لو بصينا في الجزء اللي هو الكفر الاحمر اللي هو الظهر بتاع الكنكه، هنلاقي فيها مسمار هنا في النص برضه. هنفك المسمار دوت. تمام، وهنيجي هنا هنفتح. انا عملت بضفري تكه واحده مفيش غيرها، ونيجي هنا سوري نيجي الناحيه الثانيه تكه واحده مفيش غيرها. هنطلع الجزء ده لوحده. بصوا يا جماعه، انا ضغطت بصباعي طلعت السنه اللي راكب فيها القاعده اللي بتوصل الكهرباء للكابل، واديني مسكت دي زي ما هي كامله وركنتها على جنب. يبقى دي كده الوصله دي انا ما غيرتش فيها حاجه خالص لغايه دلوقتي. طيب احنا عملنا ايه؟ طلعنا الجزء البسيط دون اللي هو القاعده بتاعته عباره عن جزئين. خلينا مركزين، الجزء ده بيركب في التجويف اللي مفتوح هنا وتجويف هنا عشان دول يدخلوا في الناحيتين دول. تمام؟ يبقى احنا فكينا دي بكل سهوله، مربوطه بمسمارين فقط لا غير. فكينا دي. هنيجي في الجزء اللي هو الخلفي اللي هو الكفر الاحمر اللي راكب من ورا، بيبقى فيه منها حاجات لونها احمر وحاجات لونها ازرق وحاجات لونها اسود حسب الحاجه اللي انت مشتريها. ده بنشد شده بسيطه خالص كده زي ما احنا متفقين مع بعض، عشان اول مره يتفك فممكن يكون بصعوبه شويه، برضو بالضفر بتاعنا وبنضغط ضغطه بسيطه، ما بنعملش اي حاجه غير كده. بالضفر بتاعنا وبنضغط ضغطه بسيطه، يبتدي يطلع معانا الحاجه بكل سلاسه وبكل سهوله. تمام؟ عشان نبقى مستوعبين احنا بنفتح ده ازاي. ده راكب
الشفتين اللي تحت دول اللي بيعشقوا في الجزء الثاني اللي هو الجزء الوصله الثاني اللي راكبه فيه. من فوق بيركب، شايفين الشفه اللي هي واخده الداير دي كلها، دي بتعشق هنا في الداير بتاع الجسم نفسه. طيب كده وصلنا احنا لفوق، ادينا ده اللي هو الاسلاك بتاعت السنسور. طب هتقول لو احنا السنسور ده فيه مشكله وعايزين نغيره، بنغيره ازاي؟ بنغيره بكل بساطه، بنيجي نوسع دول الاول شويه عشان تبقوا شايفين معانا التصوير كويس. السنسور ده بنغيره ازاي؟ السنسور ده راكب معاه جلده صغيره خالص، الجلده دي عشان تمنع البخاره انها تطلع من المج وتدخل تتوغل للاجزاء الالكترونيه والكهربائيه الخاصه بالسويتش وباللمبات، عشان ما تعملش قفله ولا تعمل شورت في الكهرباء. طب ده بنطلعه ازاي؟ الجلده دي مرنه جدا جدا، بنضغط عليها بضفرنا كده ضغطه بسيطه، وبنيجي من الجزء الخلفي من هنا وبنشدها شده بسيطه برضه. بكل بساطه كده احنا طلعناها، وادي السلك بتاعها مشي كده تمام، بقت فري. طيب عايزين دلوقتي نفك القاعده بتاعه السويتش، هتلاقيها مربوطه، التصوير لو واضح، مربوطه ب3 مسامير. ادي مسمارين القاعده بتاعت السويتش زي ما احنا شايفين هتبقى مربوطه ب3 مسامير، مسمارين في الخلف ومسمار تحت السنسور نفسه. فبنضغط بصبعنا كده ونبتدي نفك المسمار بكل بساطه من الناحيه دي. انا كده فكيت اول مسمار اللي هو تحت السنسور نفسه، هفك المسمارين التانيين. انا كده لو عندك مشكله في السنسور وهتغير السنسور، فانا بوريك بتفكه ازاي. اول حاجه هنطلع القاعده دي القاعده اللي راكب عليها السويتش بتاع التشغيل. دي القاعده اللي راكب عليها سويتش التشغيل، وفيها اللمبه الليد الصغيره اللي هي فيها اوبشن ل2 اضاءه، ضوء لونه ابيض وضوء لونه احمر، اللي احنا قلناهم في اول الفيديو، وقلنا ده بيشتغل امتى وده بيشتغل امتى. تمام. فكينا ال3 مسامير. طيب كده احنا وصلنا للسنسور وعايزين نشوف ازاي بنغير السنسور ده. حتت فنيه بسيطه جدا، لما تفهمها او لما حد يقول لك عليها هتقول يا اهدي كل الموضوع ده بسيط جدا، ليه حد يعمله؟ السنسور متثبت ببنز صغير هنا. اللي صمم القاعده عمل البنز ده هنا في مسافه صغيره وهنا في مسافه كبيره. المسافه الكبيره دي عشان يبقى في مجال ان احنا نحرك البنز ده بكل بساطه، زي ما انتوا شفتوا انا عملت ايه بالمفك، حركت البنز سنه واحده لجوه عشان اعرف اضغط عليه وابتدي اروح سحبه من تحت. شايفين صباع التاني؟ انا سحبت السنسور كله كامل زي ما هو. تمام. وابتدي اطلع السنسور بتاعي، طلع معايا بكل سهوله. ابتدي اشتري واحد جديد زي ده واركبه. طب وانا بركبه في حاجه فنيه خلي بالك منها؟ طبعا وانت بتركبه تخلي بالك من الحاجه الفنيه اللي هي السوسته دي. شايفين السوسته دي؟ طب دي راكبه ازاي؟ لو انا طلعت البنز الصغير دون، ادي البنز كده انتوا عرفتوا الاجزاء اللي راكبه فيه، وادي السوسته اللي راكبه، هنلاقي ان فيه 3 بروز في البلاستيك نفسه. احنا بنريح دي كده وبنخلي السوسته تعشق او تبات بين ال3 بروز دول بالمنظر ده اللي احنا عاملينه كده. طب عشان تسهل علينا التركيب لازم نيجي واحنا ماسكينه بره وهو حر في ايدينا، ونروح مركبين البنز بتاعه اللي كان راكب من الاول، عشان لما تيجي تركب هيبقى المكان مزنوق، هيبقى صعب انك تظبط فيه الكلام ده. طيب ادينا كده ونيجي للتاني كده ونيجي للتالت كده. تمام. الكاميرا موضحه، دي بايته هنا ودي بايته هنا، ودي ريحنا السوسته مكانها. دي ليه؟ عشان دي اللي بتعمل ضغطه بتخلي السنسور يعدل وشه لفوق، لما نركب المج يبتدي يبص على البخار اللي تحت. دي الجزء المرن اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو خاص، اللي هو بيمنع اي توغل او تسرب للبخار عشان تدخل الاجزاء الكهربائيه او الالكترونيه الخاصه بالكارته الصغيره اللي فوق. نرجع هنركب تاني السنسور زي ما فكناه. هنمسك الجلده اللي هي المرنه اللي احنا اتفقنا عليها، هنريح الجلده دي مكانها برضه بكل بساطه. بتضغط عليها ضغطه بايدك كده، هي مرنه جدا، تضغط ضغطه بايدك كده وتنزلها في الجزء او في المكان في الفتحه الخاصه بيها في التبويب بتاعها. لو الكاميرا تقرب علينا
من غير يعني يفضل محدش يستخدم بنسه ولا زراديه ولا بتاع في تركيب حاجه زي كده، عشان دي مش هتستحمل. هي كده ركبت ومحكمه وتمام وزي الفل. هنرجع بقى نركب السنسور بتاعنا في مكانه زي ما كان. هنركب السنسور زي ما فكينا بالظبط. هنيجي ندخل البنسه او اللي هو شبيه للمسمار دون، هندخله في الجزء اللي هو الفتحه بتاعته طويله. هنبص كده مع بعض، ده الجزء هنا اللي الفتحه بتاعته طويله. يبقى نيجي الناحيه دي وندخل ده كده، ونتاكد ان السوسته راكبه مكانها علشان تقوم بوظيفتها اللي هي تخلي الوش بتاع السنسور يبقى باصص لفوق. احنا كده ركبنا. نيجي في ده كده ونحاول ان احنا نحركه عشان يطلع للمكان بتاعه اهو كده. نيجي هنا بعد ما نركب نتاكد ان احنا ايه ادينا له زقه الناحيه الثانيه كده، ونروح الناحيه الثانيه عشان يبات في المكان الخاص بيها. نرجع نتاكد ان ده كده تمام شغال تمام. نشد السلك بتاعنا شويه، نشد السلك بتاعنا شويه عشان نتاكد ان هو مش متطبق او مش طويل زياده تحت السنسور نفسه. يبقى احنا كده شفنا مع بعض ازاي فكينا السنسور، اشترينا واحد غيره هنركبه تاني مكانه بكل سهوله، مفيهوش اي حاجه صعبه. بعد ما بنركب السلك بتاعنا بنيجي هنا، هو عامل فتحات ينفع ان انت تركب فيها ايه السلك بتاعك عشان تضمن ان هو ايه راكب في المكان بتاعه، مفيهوش اي حاجه. ممكن نخليه الناحيه دي عشان يبقى نازل على نفس الاتجاه. طيب كده عرفنا السنسور وان هو راكب بطرفين بس، الطرفين دول بيتوصلوا على المذر بورد او البورده اللي تحت. طب نيجي في الجزء اللي هو فيه 4 اطراف. الاربع اطراف دول ايه اللي ممكن يبقى عيب فيهم دول؟ لو الزرار بتاع الضغط ده علق، نفك نشوفه برده مع بعض تبقوا عارفينه. مسمارين مربوط بيهم، هنفكه بالراحه خالص، نخلي المسمارين جنبنا. سوري 3 مسامير، انا اسف. ادي ال3 مسامير بتوعنا فكناهم، وهنيجي كده بكل بساطه نشيل الوش بتاعنا، هنلاقي ادي المذر بورد الصغيره. ايه الحاجات العيوب اللي فيها؟ العيوب اللي فيها ان ممكن السويتش ده بيبقى ضعيف سنه، فلو ده باظ ما اداش الوظيفه بتاعته، انت بتضغط عليه اكتر من مره عشان يشتغل، بتضغط عليه كتير عشان يشتغل. اول حاجه بتجرب ان انت بتنضفه بالسبراي الخاص بالالكترونيات، بتنضفه بتدي رشه بسيطه هنا، لو اشتغل تمام خير وبركه، ما اشتغلش بترفع البورده نفسها وبتبتدي تغير السويتش الصغير ده. تاني حاجه في لمبتين هنا اللي هم اللمبتين الليد، واحده لونها ابيض وواحده لونها احمر، دول لو اتحرقوا او حصل فيهم مشكله سهل جدا 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 انت تفورهم وتغيرهم وتركب لمبات مكانهم. يبقى ده الجزء اللي فوق اللي هو خاص بالوش بتاع الكنكه. عرفنا ايه الاجزاء اللي فيه، وعرفنا انه بيتفك ب3 مسامير وفكه بسيط جدا، وايه الاعطال اللي ممكن تكون فيه. الاعطال اللي ممكن تكون فيه اللمبات ما تنورش، او السويتش نفسه يبتدي يعلق معانا ويبقى تقيل مش عايز يؤدي الوظيفه بتاعته، او مش شغال من اول ضغطه لازم اضغط اكتر من مره. بنرجع نقفل زي ما احنا فكينا بالظبط، وبنرجع نمسك ال3 مسامير بتوعنا ونربط زي ما اتعودنا. اهم حاجه وانت بتربط السن البلاستيك تتاكد ان المسمار نازل بشكل مستقيم، مش نازل مايل لا يمين ولا شمال. دي نمره 1. نمره 2 ما نربطش جامد عشان سن البلاستيك يا جماعه. باكد على الحته دي دايما بيجي اي جهاز بلاقي ان مكان المسامير البلاستيك خلاص، يعني بيقول لك انا استويت كده ارحمني. لازم نتاكد ان المسمار رابط عدل عشان يربط بالسلاسه والنعومه اللي هو بيربط بيها كده. المسمار الثالث اللي هو ورا الكابل بنيجي هنا كده، يبقى الجزء بتاع الكاتل، الجزء اللي فوق او الكنكه بتاعت القهوه، الجزء اللي فوق فيه 3 حاجات: اللمبات، السويتش، السنسور بتاع الحراره اللي بيقول انا كده خلاص وصلت لدرجه حراره معينه، هبتدي او هقول للهيتر يفصل ما يشتغلش تاني. خدنا بالنا احنا بنتاكد واحنا بنركب الشفه دي بتبات في التجويف اللي هنا. الناحيه الثانيه نفس الكلام، يبقى انا بمسك دي بشكل مستقيم وبتاكد انها رايحه مكانها واقول لها ادخل مكانها. بس الحاجه لما بركبها وانا فاهم فكرتها ازاي، لما باجي اقفل بتطلع بالمنظر ده.
في حاجه بعد ما ترجع الحته دي لازم تبقى عامله كده، الحته دي راكبه لفوق سنه، الحته دي راكبه لتحت سنه. ليه؟ هو ما فكرش هي راكبه ازاي، الميكانيزم بتاعها ازاي. لا، احنا لما بنفهمه بنعرف ازاي الحاجه راكبه وازاي الحاجه ترجع لوضعها او لوضع بلادها بلغه السوق. ركبنا الاسلاك بتاعتنا، في التجويف بتاعها عشان نضمن ان هي مش بتتحرك جامد. وهنيجي هنا نعمل نفس الكلام، كده يبقى احنا الجزء اللي فوق ده كده مش محتاجين حاجه منه تاني. هنقفل الثلاث مسامير بتوع الوش العلوي. الفك ده بيساعد في أي مكان مزنوق، أي مكان أنت مش بتقدر تمسك المسمار بإيدك، فينفع إنك تركب فيه المسمار نفسه. كده قفلنا الجزء اللي فوق. هنجيب بعدين الوش اللي هو الجزء التاني. هنقفل الوش الأحمر بتاعنا، خلينا فاكرين ان دول بيطلعوا من الجزء ده. الوش الاحمر بتاعنا زي ما احنا قلنا لو تفتكروا الكام شفه اللي هنا دول بيعشقوا بشكل مستقيم هنا، يبقى هنيجي ننزل ده تحت سنه صغيره وبعدين نبتدي نضغط عليه ضغطه واحده لفوق عشان يركب مكانه. لاحظنا حاجه؟ كل حاجه كده متقفله في المكان بتاعها بالظبط، ما فيهاش اي حاجه. المسمار الوحيد اللي كان لونه مختلف كان لونه اسود، اللي هو المسمار اللي راكب في الجزء الخلفي اللي من ورا. ده هنا هنبص نلاقي ان هو ده مش قافل كويس. ليه مش قافل كويس؟ لو حد فاكر في اول الفيديو احنا قلنا ايه؟ الجزء ده بيركب مع الكفر الثاني او مع الجزء الثاني من الكتل، ده اللي هو بيتحكم او بيحكم الوش الاحمر، بيخليه يبقى راكب بشكل كويس. طيب ده لو افتكرنا مع بعض كان راكب ازاي؟ قلنا التجويف اللي هنا ده والتجويف اللي هنا ده بيباتوا في دي كده، فهنيجي هنا نقول له يا باشا بات براحتك خالص، بس اهم حاجه تنزل مكانك. تمام؟ نيجي نتاكد ان احنا نزلنا دول مكانهم كده، نجيب المسمارين بتوعنا. المسامير في المكنه دي كلهم مقاس واحد. لو انت بتشتغل في حاجه تاني وحسيت ان المسامير فيها مقاسات مختلفه، يفضل انك تبقى عارف ان المسمار الطويل ده بيركب فين، المسمار الصغير بيركب فين، المسمار التخين بيركب فين، تبقى فاهم الاجزاء اللي انت بتفكها كل مسمار كان راكب فين بالظبط فيها. نيجي كده، دي ركبت كده تمام، قفلت مظبوط. الناحية التانية كده قفلت مظبوط، دي عشان تبقى تسلم معانا واحنا بنقفل بس مش اكتر. كده قفلت زي وضع بلادها بالظبط. كده خلصنا الجزئين دول اللي فوق والجزء اللي تحت اللي هو فيه القطعة التانية. نرجع لمرجوعنا. مرجوعنا اللي هو ده الأساس بتاع التشغيل. الأساس بتاع التشغيل اللي هو المذر بورد الصغيرة، الكابلات بتاعت السويتش، الكابلات بتاعت السنسور، ودي القاعدة اللي هي بتتوصل بالمج نفسه عشان توصل له الكهرباء. كويس؟ نرجع بالراحة خالص كده، نريح كل حاجة مكانها. القاعدة دي فيها تجويفين هنا يمين وشمال، وفي هنا المقابل ليهم بروز يمين وشمال، يبقى لازم نخلي دول يبقوا راكبين جوه دي ونسمع التكة الشهيرة بتاعتنا بالظبط كده. طيب المذر بورد ليها شفتين هنا بتدخل تبات فيهم عشان تبقى قاعدة مرتاحة مكانها وما يحصلش أي ذبذبة ولا يحصل أي تلامس بين الأجزاء دي وبين الأسلاك اللي طالعة. نتأكد برضو إن احنا ركبنا دي مكانها كويس علشان ما يحصلش أي. نرفع دي سنة صغيرة كده بس. برافو، دي كده نزلت المذر بورد، نزلت مكانها مرتاحة جدا ما فيهاش أي مشكلة. السلك ده في مكان هنا بيبات فيه أهو برضه عشان نضمن إن هو ما يتحركش وما يعملش أي شورت كهرباء. الجاك واحنا بنركبه لازم نخلي بالنا إن فيه بروز
يمين وبروز شمال، لما نيجي نركبه لازم يكون في المقابل بتاع الفتحتين اللي هنا، والتاني نفس الكلام. يعني هو اللي صممها هو عملها بشكل ما ينفعش تركب غلط، لازم تركب صح. لو حبيت تركبها غلط مش هينفع تركب صح. الكابل بتاع السنسور ادينا تكه، اتاكدنا ان الوصلات بتاعتنا كلها موجوده كده، خلاص مفيش اي حاجه تاني. الكابل ده ليه مكان بينام فيه هنا كده، هنيجي هنا نبص هنا الكاميرا تقرب، الاسلاك بتاعت مصدر الكهرباء ليها تجويف تبات فيها، ليها تجويف تبات فيها عشان ما يحصلش اي شورت كهرباء. طيب الكابل الرئيسي بيبات كده وبيبتدي يطلع من الكفر اللي ورا. طب نقول على عيب تاني ممكن يبقى موجود في القاعده دي نفسها. القاعده دي نفسها عباره عن الابلاتينين دول اللي بيوصلوا في المج نفسه من هنا. العيوب اللي بتبقى فيها ممكن يبقى دول عايزين يتنضفوا، يعني فيهم زي زنجره او عايزين يتصنفروا من قدام من هنا، او متنيين لورا زياده، فاحنا بنحتاج ان احنا نضغط عليهم تكه واحده لقدام. الكلام ده لو الكاتل شغال بكل اوامره صح الصح بس مش بيسخن، تمام، يبقى مفيش كهرباء واصله من الجزئين النحاس دول بالجزئين اللي في المج نفسه. هنقفل الكفر الظهر بتاعنا وبعدين نرجع نتكلم عن المج بكل تفاصيله. تمام. برضو هنلاقي ان في تجويف صغير في القاعده الخلفيه دي اللي بيبقى بايت فيه الكابل عشان مفيش حاجه تتقطع او حاجه تتطبق. طيب نخلي بالنا هنا، احنا قلنا ان كل الحاجات البروز ده كل ده ليه مدلول ليه في القاعده نفسها، لازم كل حاجه تبات جوه الحاجه بتاعتها. دي القاعده اللي بتسند عليها، القاعده اللي بتوصل الكهرباء للمج، دول البنزين دول بيسندوا المذر بورد عشان ما يتحركش. هنلاقي ليهم هنا بروز بيباتوا فيهم، يعني ادي فتحتين، دول الفتحتين بتاعتهم. طيب هنيجي كده نقول يا بسم الله، ريح كده، قفل الجهاز زي الفل من اول تكه معانا. طيب هنجيب المسمار بتاعنا، اول مسمار نبص على التقفيل بتاعنا اللي كنا بنتكلم عليه من الاول. بص على التقفيل بتاعنا، بص على التقفيل بتاعنا، كل حاجه متقفله مكانها، مفيش اي فواصل، مفيش اي حاجه مش راكبه ولا مستاحه مكانها. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني اللي هو الجزء الخاص بالقعده. واتمنى الفيديو يعجبه يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي عنده اي استفسار يكتب لنا في الكومنتات. وفي حته بس نفسي اعرف المتابعين ومشاهدينا الفتره دي من اماكن ايه، من دول ايه، فكل واحد لو يتكرم وتحت الفيديو بس يكتب لي المكان اللي هو فيه، الدوله اللي هو فيها. ولو عندكم اي استفسار او لكم اي طلب تاني بخصوص صيانه الاجهزه الكهربائيه او الاجهزه المنزليه، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وانا تحت امركم، واللي هقدر اعمله ربنا يقدرني ويساعدكم. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي، واللي مش مشترك معانا في القناه يشترك، واتمنى الفيديو يعجبكم.